انا نفسي ابقى شاطره في السواقه، دي امنيه بنات وستات كتير قوي عايزين يتعلموا السواقه. اسمعي بقى معايا الفيديو ده للاخر، هقولك على شويه نصايح وتعليمات هتفيدك جدا اول لما تتعلمي السواقه جديد، وهساعدك ازاي تبقي شاطره في المجال ده او في الموضوع ده كله بشكل عام في اسرع وقت وبخطوات سهله وبسيطه. أول حاجة لازم تعمليها وأهم حاجة في السواقة هي الممارسة. الممارسة هي أهم نقطة أو أهم حاجة أي حد بيسوق هينصحك بيها. الممارسة هنا بمعناها إن أنت لمجرد إنك بتتعلمي لازم تنزلي تمارسي السواقة كل يوم بشكل دوري ومستمر. يعني الموضوع بس مش في الكورس، انت ايا كان اتعلمتي السواقه مع حد من اهلك او قرايبك، او رحتي اخدتي كورس في مدرسه ما او مع مدرب او مدربه، مهم جدا جدا ان انت بعد الكورس ده تنزلي تطبقي بشكل مستمر. والتطبيق هنا بمعنى ان احنا ننزل كل يوم او يوم ويوم، ويفضل في المره الواحده ما تقلش مثلا عن ساعه الا ربع او ساعه، وتقعدي تلفي بالعربيه كل شويه لحد لما بتتعودي. طبعا انا عارفه ان في ستات وبنات كتير قوي بيتعلموا وبياخدوا الكورس وبيقعدوا في البيت وللاسف ما بيكملوش، وللاسف الحركه دي بتخلي مستواهم زي ما هو ضعيف او بيفضل زي ما هو ما بيتحركش خالص، او ممكن كمان مستواها يقل وبترجع تحبط وتتضايق، وهي الفكره كلها ان هي ما مارستش وكملت على اللي اتعلمته. فلمجرد ان حضرتك هتتعلمي يبقى لازم تنزلي على طول وتمارسي وتكملي باستمرار. وطبعا يفضل كل لما تكون المده بتطول اكتر انك بتنزلي كل يوم، افضل لما تنزلي يوم ويوم، افضل بكتير من انت تنزلي مرتين بس في الاسبوع. انا عارفه ان في ستات وبنات كتير ممكن جدا تكون عندها مشاغل كتير جدا في حياتها، شغل واولاد او بيت او ايا كان ايه المشاغل، ممكن تنزل مرة واحدة بس في الأسبوع، يوم جمعة مثلا أو يوم الخميس أو يوم الأجازة. فللأسف ده ممارسة وكل حاجة، بس بيخلي مستواها برضو بيتحسن أو بيتطور بشكل بطيء قوي، لأنها بتنزل مرة واحدة كل 6 أيام أو كل 7 أيام. فطبعا المدة دي بتبقى قليلة جدا، لكن لما بتنزلي بشكل مستمر يوم ويوم أو كل يوم ده بيبقى أفضل بكتير. في العادي والطبيعي ان السواقه بتاخد من شهر لشهرين، كاقصى حد 3 شهور. طبعا انت كل ما بتزودي عدد المرات اللي بتنزلي فيها، يعني لو بتنزلي كل يوم في خلال شهر تقريبا او اقل من كده هتكوني كويسه جدا، لكن كل ما بتزودي المده يعني بتخليها مثلا كل يومين 3، ممكن الموضوع ياخد منك كذا شهر. تاني حاجة مهمة قوي انك تقعدي جنب اي حد بيسوق، لو في اي حد من اهل بيتك او بتركبي مواصلات، مهم قوي اقعدي جنب اللي بيسوق وشوفي بيعمل ايه وبيتصرف ازاي، بياخد الملفات ازاي، بيركن ازاي، بيهدي امتى، بيدوس فرامل امتى، بيدوس بنزين امتى. ولو راكبه جنب حد سايق مانيوال وانت هتسوقي مانيوال، افهمي النقلات، امتى جاب الاول، امتى جاب التاني التالت، وبعدين نزل تاني من التالت للتاني وهكذا. الملاحظات دي على فكرة هتساعدك جدا في موضوع ان انت لما بتلاحظي بعينك وبتشوفي حد انت قاعدة جنبه بيسوق ازاي، ده برضو لما بتيجي تتعلمي او انت بتتعلمي دلوقتي حاليا بيساعدك جدا، وبيخلي الموضوع ان شاء الله بيمشي معاكي اسرع وتتعلمي اسهل. تالت حاجة مهمة قوي ان انت تنزلي في الاول في شوارع فاضية. لو بتاخدي كورس هتطلبي من المدرب بتاعك، او هو كده كده بيبقى عارف انك انت مش اول لما تبدأي في حتة صعبة او زحمة. لو لسه مبتدئ او زيرو سواقة، مهم قوي اول ما اطلعي في شوارع فاضية كتير، بعد كده في الكورس كده كده بتطلعي في الزحمة. طب جيتي عند الممارسة وخلصتي الكورس بتاعك، برضو ارجعي تاني انزلي في شوارع فاضية في الاول في اول اسبوع على الاقل، وواحدة واحدة اطلعي تدريجي في الشوارع الزحمة. رابع حاجة ومن فضلك ابعدي عن الحجج والأعذار والشماعات اللي احنا بنقعد كستات نعلقها، علشان أنا عارفة إن في ستات وبنات كتير قوي بيبقى عندهم كم حجج وأعذار بتقعد تخلقها لنفسها. أنا عارفة إن في ناس ظروفها مش سامحة ومش أحسن حاجة، بس بتقعد تتلكك وتقولك أصل النهاردة أنا مش فاضية، أصل النهاردة مش عارفة كنت تعبانة، أصل النهاردة كان في شغل كتير، حد تعبان من الأولاد، لا أصل كان عندي مشوار. وحتى انا عارفه ان برضو الستات والبنات حتى لو عندك مشاغل، انت لو عايزه تعملي الحاجات دي اعمليها، ما عندناش مشكله. بس الفكره كلها ان ساعات شيطانك من كتر ما انت خايفه وقلقانه من الموضوع، فبتقعدي تتلككي بحجج واعذار ان انت ما تنزليش. فللاسف بقى الوضع ده بيحصل فيه ايه؟ يوم بيجر يوم، اسبوع بيجر اسبوع، شهر بيجر شهر، سنه بتجيب في اللي بعدها. فتبصي كده تلاقي ان انت بقالك مثلا 3 4 سنين اتعلمتي وخدتي كورسات ودفعتي فلوس وعملتي مجهود، وفي الاخر انت قعدتي في البيت وما عملتيش حاجه لانك قعدتي تاجلي وتكنسلي مره على مره. الكسل اصلا بيجيب كسل، قعدتي في البيت النهارده فهتقعدي بكره وبعده وبعده، فهتلاقي الوقت بيكر والوقت بيعدي وانت ما اتعلمتيش ولا عملتي حاجه.
والكورسات اللي خدتيها ودفعتي فيها فلوس او المجهود اللي انت عملتيه لما نزلتي ووصلتي لحاجه كويسه ضاع ووقف عند حته معينه وبرضه بوظتي الدنيا كلها بسبب قعدتك وان انت ما كملتيش ممارسه. فابعدي من فضلك عن الحجج والاعذار دي، لو عايز تعملي حاجه اعمليها، ولو اخدتي الموضوع واتعلمتي خلاص انوي النيه وهوبا يلا انزلي ومارسي، ما توقفيش عشان دماغك عقلك جسمك كل حاجه فيكي تبدا تتبرمج على القعده في العربيه وتتبرمج ان هي خلاص بتتعلم مهاره جديده ونبدا نحسنها بالممارسه. واخر حاجه نصيحه ليكي، لو لا قدر الله حصلت معاكي مشكله، العربيه اتخبطت منك او حصل حادث بسيط او ايا كان ايه اللي حصل معاكي، لو سمحتي ما توقفيش تدريب. انا عارفه ان الوضع بيبقى صعب وحالتك النفسيه بتتاثر جدا، والخضه او الزعل وخصوصا لو العربيه اتخبطت خبطه جامده واتكلفت فلوس كتير، دي حاجه بتزعل جدا، بس ده مش معناه ان انت توقفي. ارتاحي في البيت كام يوم كده، مش هقولك انزلي على طول او تاني يوم، وبعدها بعد ما ترتاحي وتحسي انك هاديه والدنيا بقت تمام 3 4 ايام بالكتير، ما تكتريش الوقت عن كده عشان برضو مستواكي ما يتاثرش، وارجعي انزلي تاني في شوارع فاضيه وابداي انسي اللي حصل. وفي بعض البنات والستات انا عارفه ان بيبقى عندها فوبيا، هي ما حصلهاش حاجه بس عندها خوف لمجرد انها عارفه ان في حد حصلت له مشكله قبل كده بالعربيه، او عندها فوبيا عموما بزياده قوي. فلو ده حصل معاكي ما تقلقيش، اهدي شويه كده وارجعي انزلي تاني ومارسي وما توقفيش سواقه. وبس كده.